أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلنا على الله. أهلا بك عزيزي الطالب، وفقكم الله جميعا لكل خير. لماذا نتعلم يا شباب؟ أحسنتم لنرضي الله سبحانه وتعالى. هنشوف مراجعة لبعض الأسئلة نجاوبها مع بعض بإذن الله. بس طبعا انتبه معايا وحاول جاوب الأول، وبعدين يبقى اسمع الإجابة الصحيحة إن شاء الله، وجاوب واجتهد، استعن بالله ثم اجتهد. عندنا السؤال رقم 9 تحت عنوان تثبيت المفاهيم. اختر الإجابة الصحيحة. يلا اقرأ معايا. أي أجزاء الأرض أكبر؟ طبعا تعرف أجزاء الأرض: القشرة، في اللب الخارجي، في اللب الداخلي، في الستار. هتختار ايه من دول؟ سامعك ما شاء الله عليك، احسنتم يا شباب. الستار، يبقى اكبر اجزاء الارض الستار. نشوف السؤال رقم 10. صفائح الارض هي قطع من، يلا اقرأ انت، يلا بسم الله. الغلاف الصخري، الغلاف اللدن، اللب الداخلي، الستار، بين قوسين الوشاح، نفس المعنى يعني. صفائح الأرض هي قطع من، جميل ما شاء الله عليكم، الغلاف الصخري. تعال نشوف السؤال رقم 11. أي القوى تسبب تقارب الصفائح؟ خد بالك بيقول لك تقارب. قوة الشد ولا الضغط ولا القص ولا التوازن؟ أحسنت. يلا بسم الله. يبقى قوة ايه؟ الضغط. تمام يا شباب. نيجي للسؤال رقم 12. أي القوى تسبب تباعد الصفائح؟ قارن كده من سؤال 11 و 12. في ال 11 بيقول لك تقارب، هنا في 12 بيقول ايه؟ تباعد. في التقارب اخترنا قوة الضغط، في التباعد جميل جزاكم الله خيرا قوة الايه؟ الشد. عارف ممكن تكون انت اخترت خطأ، ما في مشكلة، مش عيب ان انا اخطأ، العيب ان استمر في الخطأ، اذاكر واجتهد. بسم الله توكلنا على الله. يلا شباب رقم 13. أي نوع من حركة الصفائح الأرضية تحدث عند الحدود التحويلية؟ هاتيلي رقم ألف باء جيم دال. اقرأ أنت يلا. ألف باء جيم دال. تمام. رقم دال: انزلاق الصفائح بعضها بجانب بعض. طيب نشوف السؤال رقم 14. سؤال جميل وسهل. أي عوامل التعرية التالية يكون وديانا على شكل حرف؟ الحرف ده اسمه يا شباب، ركز كده الناس اللي بتدرس بقى اللغة الإنجليزية، على شكل حرف ايه؟ يو. تمام. بيقول لي بقى ايه؟ الرياح ولا المياه ولا الجليد ولا الجاذبية؟ أحسنتم. تمام يا شباب، الجليد. سؤال 15. اقرأ انت يلا بسم الله. أي الأماكن التالية تكون فيها التجوية الكيميائية أكثر نشاطا؟ بيقول لي الصحاري ولا الجبال ولا المناطق القطبية ولا المناطق الاستوائية؟ تمام. اخترت ايه؟ يلا قول. أحسنت، المناطق الاستوائية. رقم 16. السؤال السادس عشر. عندما يتحد ثاني أكسيد الكربون مع الماء، ثاني أكسيد الكربون مع الماء يتكون كربونات كالسيوم، حمض كربونيك، حمض التانيك، حمض الهيدروكلوريك. ثاني أكسيد الكربون. أحسنت، يبقى حمض الكربونيك. رقم 17. أي عوامل التعرية التالية
يكون الكثبان الرملية. برافو عليك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى اللي بيكون الكثبان الرملية عامل من عوامل التعرية اللي هو مين؟ الرياح. جزاكم الله خيرا يا شباب، تقبل الله منا ومنكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير. انتظرونا إن شاء الله مع الاختبار المقنن. تمام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.